السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي، أخباركم إيه؟ برحب بيكم وبرحب بكل المتابعين الجداد اللي معانا النهاردة. أنا هويدا نور، مدربة الإيتامين والكنفا والأوبيسون، وصاحبة وأدمن صفحة وجروب إبرة وخيط للمنتجات الخشبية والتطريز. إن شاء الله هنتكلم عن الإبر اللي بنستعملها في تطريز الإيتامين والكنفا. عارفة إن في ناس هتقول هي الإبر محتاجة إن إحنا نعمل لها فيديو؟ هي إبرة واحدة فتحتها واسعة وبنشتغل بيها سواء إيتامين أو كنفا، وبنستعملها طول عمرنا زي أمهاتنا وأجدادنا. أحب أقول لهم إن الكلام ده مش مظبوط. ليه مش مظبوط؟ المفروض إن أنا بختار الإبرة المناسبة على حسب المشروع بتاعي. يعني القماش فتحاته واسعة وضيقة، الغرزة اللي أنا هستعملها محتاجة إبرة واسعة شوية ولا إبرة رفيعة عشان ما تبوظش، كمان نوعية الخيط اللي هشتغل بيه إذا كان سميك أو رفيع. يعني لو هدي مثال، لو أنا هشتغل على قماش كنفا واسع هحتاج إبرة تكون مناسبة لخيط الصوف زي الإبرة دي. الإبرة دي زي ما احنا شايفين دي مقاس 18، مناسبة جدا إن أنا أشتغل بيها. بصوا الفتحة بتاعتها عاملة إزاي، مناسبة جدا ان انا هشتغل بيها بالصوف من غير ما تأذيلي الخيط بتاعي، وكمان هتبقى مريحة جدا ان انا اشتغل بيها. الابرة دي بتعتبر متوسطة في الطول، طولها معقول ومريحة جدا في الشغل. لكن الابرة دي ممكن تكون مناسبة للكنفا او الايتامين، لما مثلا لو هشتغل على كنفا ضيقة 8 او 9 او على ايتامين مثلا 14 او اضيق، اكيد لا. لو بصينا على الفتحة بتاعت الإبرة، بصوا شايفين قد ايه واسعة وكبيرة. ده لو انا بشتغل بيها على القماش الضيق سواء كنفا او ايتامين اكيد هتأذيلي القماش بتاعي. طيب هل ينفع ان انا اشتغل بالإبرة دي في اوقات معينة وعلى القماش الضيق؟ هينفع. طيب ايه الاوقات اللي انا ممكن اشتغل بيها بالإبرة دي؟ هشتغل بيها في حالة لو انا بشتغل بخيط سيرما او ميتاليك. الخيط ده الشغل بيه بيبقى صعب جدا، وعلشان اقدر احافظ عليه ما يبصش مني وانا بطرز، بشتغل على الابره اللي بتبقى فتحتها واسعه. ليه؟ لان لما باجي اشتغل عليها اولا الخيط بيخش بسهوله في الابره ما بيبصش او ينتف معايا. كمان لما بشتغل بيها على القماش الضيق اللي بيحصل انها بتوسع لي فتحه القماش، فالخيط بتاعي بيمر بسهوله من غير ما يتلف معايا او يبوظ، واضطر ان انا اقطع الخيط كل شويه. بصوا حابه اوريكم فرق ما بين الابر اللي بتبقى نوعها مش كويس عن الابر التانية. الابره دي بقالها فتره مع الشغل بتسود كده، كمان ما بتبقاش مريحه ابدا في الشغل، بتحسي ان الابره بتزيق معاكي او بتنتش في القماش، مش بتخش بسهوله في القماش، فما بتبقاش مريحة في الشغل وبضطر اغيرها كل شوية. اما لما بتكون الابر نوعها كويس والقياسات بتاعتها كمان حلوة ومريحة، دي بتريح في الشغل جدا وبتخلي الشغل اسهل بكتير. ده الفرق ما بين الابر وانواعها. وزي ما بيقولوا الغالي تمنه فيه. ممكن بتشتري باكت ابر غالي شوية لكن بيقعد معاكي فترة طويلة، وكمان بيبقى افضل بكتير في الشغل. بصوا بقى المقاسين دول من المقاسات الشائعة كتير وبنستعملها كتير. دول مقاس 24 و26. دي من المقاسات المهمة جدا انها تبقى موجودة عندك للإيتامين. مقاس 14 او الكنفات ضيقة. الإبرة دي مقاس 24 من المقاسات المهمة جدا اللي تبقى موجودة. شايفين شكلها عامل ازاي، قصيرة وحلوة، الحجم بتاعها مناسب جدا. انا شخصيا بحبها جدا لان انا صوابعي قصيره، فدي بالنسبه لي بتبقى اريح كتير من الابره الطويله. كمان بتبقى بغض النظر انها مريحه، هي في تثبيت الخيط من ورا في نهايات الغرز بتبقى حلوه جدا. كمان موفره للخيط، ما بتسحبيش خيط كتير لما بتيجي تنهي الشغل بتاعك. المقاس التاني مقاس 26، شايفين الفرق ما بينه. في ناس كمان بتشتغل بتفضله على مقاس 14، لكن الحقيقه انا بحس ان هو بيبقى صغير قوي، لكن هي بتبقى تفضيلات شخصيه اكتر منها حاجات ستاندرد بنمشي عليها. مقاس 26 انا بحبه جدا لو انا بشتغل غرزه الربع على الكنفال ضيقه، لان هي بتبقى مناسبه جدا، بتدخل في الفتحات الضيقه بكل سهوله، ما بتضايقنيش لما باجي
اشتغل بيها الربع غرزة. هوريكم كمان ابر نفس المقاس. دي ابر هندية مكتوب عليها جولد بليتد او مطلية ذهب. دي مقاس 24 و26، هي نفس المقاس ولكن مختلفة. لونها بيبقى اصفر زي لون الذهب، وزي ما مكتوب على الورقة انها مطلية ذهب. لو بصينا لحجم الابرة وشكلها هنلاقي الابرة شكلها تحفة بجد. شكلها انسيابي. انا حباها جدا لان زي ما قلت لكم انا بحب الابر القصيرة في الشغل، بتبقى اريح كتير. بصوا حجمها قد ايه. والمقاس بتاعها انسيابي جدا. والهند في العموم معروفة بنوعية الابر بتاعتها. لو هنشتغل بيها هتبقى افضل من الابر اللي بتبقى مطلية سيلفر او لونها فضي. ده بالنسبة للابر الهندية. هوريكم كمان دلوقتي نوع من انواع الابر اللي كنا بنتفرج عليها في، زي ما كنا بنقول كده، في الافلام الاجنبية، بنتفرج عليها في الفيديوهات التعليمية الاجنبية، وكنا بنقول امتى تتوفر عندنا الحاجات الجميلة دي. معظمكم شاف الابرة دي، انا كنت نزلتها على الفيسبوك، على صفحتي في الفيسبوك في بوست من البوستات، وكان استغربوا شكلها جدا وقالوا ايه الابرة دي. بصوا الابرة دي الفتحة بتاعتها موجودة من النص. مقاس الابرة دي بالظبط هنقول مقاس 24، يعني كأنها 24 و24 والفتحة في النص مشتركة. شكل الابرة دي كان بالنسبة لنا غريب، لكن انا الحقيقة كنت شفتها من فترة على الفيديوهات الاجنبية. ميزة الابرة دي ايه؟ ميزتها ان لو بشتغل بطريقة المكوك، ايد تحت وايد تانية فوق، فانا بحرك زي مكوك المكنة بالظبط، فبتسهل عليا وبتسرع الشغل بتاعي. كمان في ميزة مهمة جدا في الابرة دي، هي ان الابرة لما باجي اشتغل بنزل بيها انا ما بلفهاش، وده بيخلي الخيط بتاعي ما يلفش او يعني يبرم معايا، فيخلي السمك بتاع الخيط بتاع الغرزة ارفع. فبتحافظ لي على الخيط، بتحافظ لي على سمكه، وكمان بتخلي الشغل بيبقى احسن كتير. هتنقل معاكم دلوقتي بالكاميرا نروح نشوف طريقة استعمال الإبرة وإزاي نقدر نشتغل بيها بكل سهولة من غير ما نحس إن احنا مستغربين الإبرة. قبل ما نبتدي إزاي نستعمل الإبرة، الإبرة دي هتبقى مناسبة جدا للناس اللي بتشد شغلها على النول بالشكل ده، سواء على الستاند الكبير أو الصغير. كمان الناس اللي بتشد الشغل بتاعها على الطارة. الناس دي بتعرف طريقة الشغل بتاعتنا بيبقى اسمها المكوك. بتبقى عبارة عن الايد اليمين تحت والايد الشمال فوق، وايد بتسلم ايد الابرة. الطريقة دي بتبقى سهلة جدا وسريعة، بتبقى حلوة قوي في الشغل. عشان كده هتبقى مناسبة ليهم اكتر من الناس اللي بتشتغل بالطريقة العادية. يلا بينا نشوف الطريقة. انا مجهزة هنا الابرة ولضمتها زي اي ابرة عادية خالص، بس اخد بالي ان على قد ما الفتحة في النص هنا ميزة، على قد ما هي بتعتبر نقطة ضعف للابرة. عشان اقدر اتحكم في الابرة واحافظ عليها بمسكها من النص بالشكل ده. هبتدي اشتغل اول غرزة بتاعتي. عندي ايدي اليمين هتبقى هي اللي بتستقبل الابرة تحت، وايدي الشمال هي اللي هتسلم الابرة. ادي اول غرزة استلمتها من تحت، ايدي واضحة اهي، وهبتدي اشتغل الغرزة اللي بعدها اسلمها لفوق. يبقى غرزة لتحت وغرزة لفوق. شايفين ايدي مفيش اي لف فيها خالص، ايدي ثابتة. من الحاجات الحلوة جدا شايفين إن كون ان الايد فوق وتحت ثابتين، فانا عندي الخيط ما بيبرمش او بيلف معايا. وزي ما اتفقنا ان الخيط لما بيبرم بيخلي شكل الغرزة مش حلو، لان سمكه بيتغير، فبتختلف الغرزة عن التانية كل ما برم الخيط معايا. شايفين الخيط زي ما هو ما فيهوش اي برم. كمان السرعة بتاعة الغرزة حلوة قوي. طبعا انا تحت الكاميرا فبيبقى الدنيا اصعب شوية. ادي ايدي اهي تحت، وهنخلص كده الغرز بتاعتنا.
اتمنى تكون الطريقة كانت واضحة بالنسبة لكم وتكون طريقة سهلة. هستنى اسئلتكم واستفساراتكم على رسائل الصفحة او الجروب، هسيب لكم اللينك تحت الفيديو، وهستنى تعليقاتكم. ولو عجبكم الفيديو يبقى لايك وشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد مع منتج جديد ان شاء الله باذن الله هيعجبكم. سلام عليكم.